السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب وز الغاليين. النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم السمنة البلدي ونعمل لكم الزبدة. هنعمل الطريقتين من القشطة، يعني زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. ان شاء الله هنحول معاكم القشطة لزبدة والسمنة بلدي ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده جبنا الطبق وهنجيب فيه القشطة بتاعتنا اللي هنربها ونعملها زبدة معاكم ان شاء الله. اهي اللهم صل على النبي، ما شاء الله. هنفككها معاكم بايدينا كده ونضربها. هي هتاخد معانا، هنربها كده في حوالي من 10 دقايق لربع ساعة. اللي عايزة تعملها في العجان واللي عايزة تعملها تربها بالمضرب مفيش اي مشكلة. احنا هنعملها معاكم بايدينا. هنسمي كده ونصلي على النبي ونبدأ معاكم. هنعملها بايدينا كده، ايد تودي وايد تجيب لغاية ما تجيب الشرش اللي جواها اللي هي بتبقى مية كده. دي بقى اللي هي يعتبر بتبقى المرتة اللي جواها، فبتنزل في المية دي. بسم الله ما شاء الله. واحدة واحدة كده تلف ايديكي كده، هتلف معاكي لغايه ان شاء الله ما نحولها لزبده باذن الله. انا هعمل معاكم حوالي 6 أو 7 كور، هيبقوا 7. دول شويه ملح شويه صغيرين هنحطهم ونرب. طبعا هنحدقها، ناخد الطعم المظبوط يعني عشان ما تبقاش الحدقه ولا عدبه مننا. هنرب فيها شويه وندوقها تاني، لو لقيناها محتاجه ملح هنحط لها شويه تانيين. بسم الله ما شاء الله. حاجة سهلة وبسيطة، هي ما بتاخدش مجهود كبير ولا حاجة. المهم تكوني عاملة حاجتك بإيدك ومحافظة على نظافتها. زي ما قلت لكم بسم الله ما شاء الله، بحب اعمل الحاجة بتاعتي بإيديا. اللهم صل على النبي. نرب ايد بتودي وايد بتجيب كده. مش هنكتر في الزبدة، انا بحب اشيلها قشطة اكتر، بس انا هعمل زبدة كده حاجة بسيطة. دقناها لقيناها عدبة شوية، هنحط برضو الملح المظبوط، ويعتبر الملح ده هو المادة الحافظة بتاعتها. بس الملح حاطينه مظبوط، ولا عادب ولا حادق، عشان برضو احنا بنسيح الزبدة بتطلع مرتة، بس مش مرتة كتيرة ولا حاجة، معلقتين 3 كده ولا حاجة، فيبقى طعمهم كويس للناس اللي بتحب المرتة وتحب تاكلها، ما تبقاش حادقة قوي. فلازم تخلي بالك عشان الملح ما يزيدش وتبقى حادقة زيادة عن اللزوم. وبعدين الزبدة دي احنا بنعمل منها حلويات، فما تكونش حادقة برضو، فلازم نظبط الحاجة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. انا هعمل معاكم الزبدة كور بس مش هسيحها، يعني هحول لكم القشطة لزبدة ومش هسيحها، لكن هسيح بقى معاكم القشطة واحولها لسمنة بلدي واطلع المرتة الجميلة بقى اللي احنا بنحبها. بدأت القشطة تجيب مية اهي، الشرش اللي انا بقول لكم عليه بدأت تتحول معانا. فاضل دقيقتين كده وتبقى مية مية. ما شاء الله. اهي جابت المية اللي انا بقول لكم عليها. المية دي بقى مش بنرميها، المية دي بتبقى جميلة وسمينة. اهي ما شاء الله. ممكن نحطها على البوتاجاز وتقعد تغلي معانا ونقلب فيها لغايه ما نحولها لمرتة او عجوزة. المرتة لها اسم تاني اسمه عجوزة. وممكن نعجن بيها رقاق طري، وممكن نعمل بيها المش اللي هنحط فيه الجبنة القديمة، وانا هستعملها ان شاء الله في المش اللي احنا هنعمل بيه الجبنة القديمة معاكم ان شاء الله. لسه هنعمل طريقة المش والجبنة الحادقة ان شاء الله اللي هي الجبنة القديمة. اهي بسم الله ما شاء الله، جابت الشرش اللي فيها كله وبقت بتعمل كورة. هنلفها لفتين تانيين كمان ونبقى ونعمل بقى الكور بتاعتنا بقى، نعملها كور طويلة مدورة زي ما انت عايزة. ممكن تعمليها صغيرة على قد الأكلة، ممكن تعمليها كبيرة كده عما تيجي تفكيها ان شاء الله تسيحيها مثلا، تعملي بيها حاجة. ممكن تطبخي بيها كده على طول اللي يريحك. اهي بسم الله ما شاء الله. حاجة كده نظافة كده وزي العسل، وحاجة بلدي ولا مغشوشة ولا حاجة، اللهم بارك. زي ما قلت لكم تعملوا حاجتكم بايديكم، ولو مش هتعملوا تجيبوا من حد يكون موثوق منه، حاجته جميلة وبلدي وما تكونش مغشوشة. بسم الله ما شاء الله.
الله اكبر. وجايبه معايا بقى ازازتين ميه من التلاجة، مفضيهم في طبق، ميه ساقعه مش متلجه ولا حاجه، فضيتها جنبي في طبق. وبعد ما اعمل الكور بتاعت الزبده احطها في الميه الساقعه دي. ليه بقى؟ عشان ما تمررش، تخزنها بقى في الفريزر سنه اتنين، تطلع جميله وما تبقاش ممرره. اهي بسم الله ما شاء الله، مفيش حاجه وقعت في الميه، الميه نضيفه زي ما هي، احنا يا دوب بنحطها ونطلعها. هنعمل بقى تاني لغايه ما نخلص الكميه. ولو عايزه تعملي كور صغيره عن كده مفيش مشكله. تك عليها كده لو فيها ميه او اي حاجه بتنزل، نعصرها كويس. اهي بسم الله ما شاء الله، حاجه كده زي العسل ما شاء الله. بعد بقى ما نعملها كور كده نحطها في الفريزر بقى، تحط كل كرة في كيس، تحطهم في على كيسين على 3 زي ما انت حابة، على حسب الكمية اللي انت بتسيحيها وتستخدميها. كل حاجة ما شاء الله قدامكم اهي، خطوة خطوة ما شاء الله. الكمية اللي احنا عاملينها دي هتعمل معانا حوالي 7 كور. عاملين المطاولة والمدورة. هنلم بقى بقية الزبدة اللي في قلب المية دي، والمية دي زي ما قلت لكم المية دي جميلة جدا وسمينة، وطعمها بطعم السمنة البلدي كده وريحتها. فانا ان شاء الله ان شاء الله هعملها ايه مش ان شاء الله، هعملها مع المش بتاع الجبنة القديمة اللي انا هعملها، او الجبنة الحادقة زي ما بنقول. وزي ما قلت لكم ممكن برضو بتتحول لمرتة. ننضف خالص ما نسيبش حاجة، نمناها كلها. ودي المية اللي طلعت من الكمية اللي احنا عملناها. وهنجيب برضو ان شاء الله قشطة ونحولها معاكم، نسيحها ونعملها سمنة بلدي ما شاء الله. دي اخر حاجة معانا، ننزلها برضو في المية، نحطها جنب اخواتها. وبعد كده بقى ان شاء الله هكيسهم واحطهم في الفريزر. وما شاء الله الكمية عملت 7 قطع، عملت 7، 4 مدورين و3 مطولين. ما شاء الله اللهم بارك. جبنا الحلة بتاعتنا وهنفضي فيها بقى ايه القشطة عشان نسيح ونعمل سمنة بلدي. اهي بسم الله. لما تكوني حاطه القشطه في الفريزر تطلعيها على طول وتفك الكيس وحطها في الحله عشان ما يبقاش لازق فيه قشطه كتير. لو سبتيها تفك هيطلع في الكيس كتير، لكن هي الكيس طالع نضيف اهي عشان انا حطيتها في الفريزر ونزلتها في الحله على طول. هنحطها بقى على نار في الاول متوسطه ونقلبها ونخلي بالنا عشان ما تفرش. وبعد كده بقى هنوطي عليها. اهي شفتوا القشطه ما شاء الله عليها زي العسل. في الاول هنحطها على نار متوسطه، مش هنعلي النار عشان ما تفرش لا قدر الله. وبعد كده لما تفك هنوطي النار خالص، ونفضل بقى طول ما احنا داخلين طالعين في المطبخ بنقلب فيها، او لو بنطبخ تبقى جنبينا نقلب فيها برضو ما ننساهاش عشان لا قدر الله ما تتحرقش مننا. اهي بسم الله ما شاء الله القشطه بتتحول معانا لسمنه ما شاء الله. برضو ما ننساش نحط لها شويه الملح بتوعنا ونظبطها كده عشان ما تبقاش حادقه، لان طبعا السمنه دي كل سنه وانتم طيبين بقى هنعمل منها الحلويات بتاعه رمضان. شويه الملح، طبعا سمنه بلدي يعني ايه قريبه، والكحك كده بالسمنه البلدي والحاجات الجميله دي احلى واجمل قريبه تاكليها بالسمنه البلدي.
اهي بسم الله ما شاء الله المرتة بتاعتنا، المرتة اللي تحت اهي بدأ لونها يبقى ذهبي، لسه شوية كمان المرتة تاخد لون كمان، وبعد كده هنطفي عليها نقلب على طول ايدنا فيها. اهي بسم الله ما شاء الله بقى لونها ذهبي وجميل اهي. هنطفي عليها بقى ونسيبها تهدى بس دقيقتين 3 كده. انا مش بحب السمنة تبرد، بحب اصبها في الحلة وهي سخنة او في البطرمان عشان تطلع مرملة وجميلة. طبعا المرتة بتاعتنا او العجوزة رست في ارضية الحلة راسية تحت اهي. وبعد كده هنحط السمنة بتاعتنا في الحلة ونغطي عليها على طول عشان تبقى مرملة. لو في اي حاجة على الوش كده مرسيتش في الارضية بنشيلها بالمعلقة ونحطها في الطبق اللي هنحط فيه المرتة. طبعا لو انتوا واخدين بالكم الحلة فيها سمنة بلدي اهي ما شاء الله، بس انا قلت اسيح معاكم القشطة ونحولها لسمنة بلدي مع بعض وهحطها على بقية السمنة. كل سنة وانتوا طيبين بقى عشان نعمل منها كحك العيد. ما شاء الله المرتة قدامكم اللون الذهبي الجميل، والسمنة قدامكم سمنة بلدي جميلة نظيفة زي العسل، طعم وريحة وكل حاجة ما شاء الله. ما تنسوش بقى لو الوصفة بتاعتنا عجبتكم اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. بيتنا السمنة على الرخامة زي ما انتوا شايفين، وبسم الله ما شاء الله الله اكبر، مرملة كده رمل كده زي العسل زي ما انتوا شايفين كده. اي ما شاء الله حاجة كده من الاخر. والمرتة معانا اهي احلى واجمل طعم، وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي.